حاجة عندي الاحتياطات العامة. الاحتياطات العامة التي يجب اتباعها عند إصدار تصريح العمل، اللي يجب أخدها وأنا عند إصدار تصريح العمل. لكل نوع من أنواع تصريح العمل الاحتياطات اللازمة والخاصة به، ولكن في المجمل هناك بعض الاحتياطات العامة التي يجب مراعاتها في كافة أنواع التصاريح، ومنها اختيار الصحيح لنوع تصريح العمل. طبعا أي عمل لازم يكون مخطط له من قبلها، وبالتالي لازم نختار نوع التصريح المناسب للعمل. يعني أعمال ساخنة فطلع لها برمة أعمال ساخنة، شغلانة شبه فك وتربيط تبقى برمة أعمال باردة. فكده اختيار الصحيح لنوع تصريح العمل. الاحتياطات العامة التي يجب اتباعها عند إصدار تصريح العمل. كلمة التي يجب يعني اللي لازما اتباعها عند إصدار تصريح العمل. لكل نوع من أنواع تصريح العمل الاحتياطات اللازمة والخاصة به، ولكن في المجمل هناك بعض الاحتياطات العامة التي يجب مراعاتها في كافة أنواع تصريح، ومنها اختيار الصحيح لنوع تصريح العمل، رقم تصريح العمل، اختيار الصحيح لنوع تصريح العمل، وتحديد نوع البرمت. لازم كل تصريح ليه سيريال نمبر. تمام كده نظبطوها. اي تصريح عمل ليه السيريال نمبر بتاعه.